يا أهلا بالجميع، حياكم الله في 101 قناتكم الأولى لعشاق الكرة. اليوم عندنا جدول مباريات نار عشان تعرف كل القمم المنتظرة والبطولات اللي راح تشتعل فيها المنافسة. خلونا ندخل في الموضوع على طول ونشوف وش ينتظرنا. جدول مباريات يوم الخميس الرابع من سبتمبر 2025: ويلز ضد كازاخستان، تصفيات كأس العالم 2026، التوقيت 3 مساء بتوقيت الجزائر، 5 مساء بتوقيت السعودية. القناة الناقلة بي إن سبورتس 1. التعليق سمير اليعقوبي. لقاء القمة المنتظر اليوم يجمع بين منتخبي بلغاريا وإسبانيا ضمن منافسات المرحلة الأولى من دور المجموعات. المباراة ستبدأ في تمام الساعة 7:45 مساء بتوقيت الجزائر، و9:45 مساء بتوقيت السعودية. يمكنكم متابعة اللقاء مباشرة على قناة بي إن سبورت 1 في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت الجزائر، و7 مساء بتوقيت السعودية. تنطلق صافرة بداية مباراة ليتوانيا ضد مالطا. اللقاء سيكون منقولا مباشرة على قناة بي إن سبورتس 2، وسيتولى مهمة التعليق المعلق المميز أحمد عبده. مباراة أخرى منتظرة اليوم تجمع بين منتخب جورجيا وتركيا. هذا اللقاء سينطلق في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت الجزائر، و7 مساء بتوقيت السعودية، وسيتم بثه مباشرة على قناة بي إن سبورتس 3. على ملعب لوكسمبورغ يستضيف المنتخب الأيرلندي الشمالي نظيره لوكسمبورغ. تنطلق المباراة في تمام الساعة 7:45 مساء بتوقيت الجزائر، و9:45 مساء بتوقيت السعودية. اللقاء منقول مباشرة على قناة بي إن سبورتس 4. قمة أخرى منتظرة اليوم تجمع بين منتخبي هولندا وبولندا. المباراة ستبدأ في تمام الساعة 7:45 مساء بتوقيت الجزائر، و9:45 مساء بتوقيت السعودية. اللقاء منقول مباشرة على قناة بي إن سبورتس 2 بصوت المعلق علي محمد علي. تنطلق اليوم مباراة قوية تجمع بين سلوفاكيا وألمانيا في تمام الساعة 7:45 مساء بتوقيت الجزائر، و9:45 مساء بتوقيت السعودية. اللقاء سينقل مباشرة على قناة بي إن سبورتس 3، وسيقوم بالتعليق عليه المعلق أحمد البلوشي. هذا كان كل شيء لجدول مباريات اليوم الكروي الحافل. كل الأهداف والملخصات راح تلاقوها هنا على 101 جول أول بأول. لا تنسوا اللايك والاشتراك عشان ما يفوتكم أي شيء، ونشوفكم في فيديو قادم.